إشكالية كبيرة جوه جمهور أو بين جمهور نادي الأهلي اسمها إمام عاشور، وحقيقة مكالمة الخطيب لإمام عاشور اللي اتكلموا عليها الأيام اللي فاتت ديت، سلبيات وإيجابيات ماتش فيوتشر من خلال تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي بعد الماتش. الزمالك يصعد للكونفدرالية بنفس طريقة صعود الأهلي لبطولة أفريقيا السنة اللي فاتت. في ايه رأي بقى الأستاذ معتز الشامي وخالد الغندور في الموضوع دوت؟ دي عناوين ان احنا النهارده هنتكلم عليها ان شاء الله مع بعض في استوديو 1 2، فيلا بينا نخش في تفاصيلها. طيب، صراع داخلي قوي جدا داخل جمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ديت او خلال الايام الماضيه، وظهر ذروته في المدرجات امبارح في ماتش الاهلي وفيوتشر، لما جمهور النادي الاهلي اللي حضر الماتش دوت في استاد السلام طلع بهتافات، والهتافات دي كانت رافضه بشكل قاسي جدا ان يحصل مفاوضات لانضمام امام عاشور للنادي الاهلي الموسم القادم. طيب، أنا الأول حطيت على صفحتي سواء على القناة أو على الصفحة زي استفتاء صغير كده لمتابعيني مين مع المفاوضات دي ومين ضد المفاوضات دي، وظهرت الاستفتاء في الناحيتين بنسبة يعني تقريبا 65% إلى 70% رافضين التفاوض و30-35% موافقين على التفاوض. طب تعالوا ناخد الموضوع بالراحة وبالعقل وبهدوء. الأول لازم نبقى عارفين إيه أسباب رفض جمهور النادي الأهلي، وأنا منهم على فكرة، للتفاوض مع امام عاشور. الموضوع مش بالدراع ولا مش حته بس فكره المبادئ بس هي القصه، المبادئ طبعا هي القصه الرئيسيه، بس انت تعالى حلل الموضوع بنقط كده مفصله. امام عاشور كان ليه وقعه مع كابتن وليد سليمان في ماتش السوبر من كذا سنه في الامارات، وبعديها اعتذر وكابتن وليد سليمان قبل اعتذاره. دي احد النقط. النقطه الثانيه الفيديو الشهير اللي كان داخل النادي الاهلي بعد فوز فريق الزمالك تقريبا تحت 23 سنه او حاجه زي كده، او تحت 21 سنه على الاهلي في النادي الاهلي نفسه في بطوله الناشئين او الشباب، وظهر في الفيديو ده ان هو بيشتم النادي الاهلي وعيله صالح سليم والكلام ده كله، واتقال ان هو اعتذر عن الموضوع بعد كده او لا. انا ما عنديش دليل موثق هو اعتذر عن النقطه الثانيه ولا لا، لكن طبعا موضوع كابتن وليد سليمان هو اعتذر عنه بشكل صريح جدا. دي النقطة الأساسية اللي بيتكلم فيها الجمهور النادي الأهلي. لكن عندي نقطة ثانية. النقطة الثانية هو المبلغ اللي المفروض يدفع في لاعب زي إمام عاشور وعليه بلبلة شديدة جدا، وهل احنا أصلا في احتياج لإمام عاشور ولا لا؟ طيب، لو فصصنا الثلاث نقط دول هنلاقي ان في الاول فكره ان انا كمبادئ النادي الاهلي اوافق على انضمام لاعب زي دوت للنادي الاهلي. في رايي الشخصي لا، في رايي الشخصي ان في كتير قوي من لعيبه كانوا جوه النادي الاهلي، وبدون ذكر اسماء انا مش عايز اخش في الحته دي، كانوا اكثر مهاره كتير من يعني امام عاشور، وواحد منهم معروف على السوشيال ميديا دلوقتي كلنا اكيد عارفينه، وراح الزمالك وساند الزمالك وبعد كده رجع اكد انتمائه للنادي الاهلي وكلنا عارفين هو مين. فبالتالي في السن ده فكره السيطره على الانفعالات وعلى المشاعر وعلى الكلام ده كله دايما ما بتبقاش تقدر تثق فيها 100% في الوسط الرياضي بتاع اللاعبين. فبالتالي فكره ان انا تنازلت عن لعيبه لعبت للاهلي وودت للاهلي كتير قوي بسبب الاخلاقيات والتعاملات، فدي ما تخلينيش ان انا اقبل ان انا اتفاوض مع واحد برضو انت مش ضامن كمان يوم ولا 2 ولا شهر ولا سنه ممكن يبقى رد فعله ايه او اخلاقياته ايه. دي ممكن توصلنا لمشاكل كتيره قوي جوه اوضه اللبس. ففكره الكيل بمكيالين دي انا شايفها هي اكبر مشكله في الحته دي. انت رفضت كتير قوي، وارجع بقى بالذاكره اللي قبل كده كابتن حسام وابراهيم وناس كتير جدا انت رفضت ان هم يكملوا لمجرد اخلاقيات وسوء تعامل. بلاش، ارجع لحاجه قريبه جدا، لعيب اخلاقياته كويسه جدا زي الكابتن عبد الله السعيد، ويعني من احسن اللعيبه اللي لعبت مركز 10 من ساعه اعتزال ابو تريكه، وما تقدرش مهما كان اختلفت معاه ما تقدرش تختلف على امكانياته ومهاراته وتاثيره الايجابي جوه الملعب. لما جه عمل حاجه
وهي مش في الاخلاقيات غير اخلاقيات التعامل، ان هو تفاوض مع الغريم الرئيسي وهو لسه جوه النادي عندنا، هو كان في الوقت القانوني وكل حاجه، لكن الفكره نفسها كانت مرفوضه من الاداره ومرفوضه من الجمهور. فبالتالي انت بعد ما رجعته سبته، رغم ان انت كنت في اشد الاحتياج اليه في الفتره دي، وقعدت فتره طويله لحد ما عرفت تعوض حد في المركز ده. ويمكن حتى الان مهما عوضت بحد في المركز ده ما قدرتش توصل للاعب في مستوى عبد الله السعيد. فبالتالي كل الطرق بتؤدي الى ان احنا التعامل بمبادئ النادي الاهلي واختيارات اللعيبه اللي بره او بعيد عنها المشاكل، او اللي هي بعيده عن المشاكل دي كلها وبعيد عن اثاره الجدل، دايما بيصب في مصلحه الاهلي، حتى لو في الوقت اللي على طول تقدر تتكلم فيه دلوقتي ممكن تكون شايف ان انت محتاجه وان انت هيتاثر سلبي، بس مع مرور الوقت انت بتلاقي ان انت نظرتك ايجابيه وبتعوض الفتره دي وبتقدر. يعني لما حسام ابراهيم مشي وسنه ولا اتنين حصل اهتزاز في النادي الاهلي ورجعنا اقوى من الاول بكتير جدا سنين طويله. عبد الله السعيد لما مشي اهتزينا موسم ورجعنا اقوى من كده بعديها لفترات طويله، وقدرنا ناخد بطولات كتير بعديها وثلاثه افريقيا وحاجات كتير جدا. فبالتالي المبدا نفسه انا شايف ان هو ما ينفعش اصلا نخش في هذا التفاوض. النقطه الثانيه، انت فرقه السنه دي حاصله على كل البطولات، يعني واخد سوبر السنه اللي فاتت، واخد سوبر السنه دي في مصر، واخد افريقيا، على حافه الحصول على الدوري تماما، لاعب بطوله كويسه في كاس العالم للانديه وقادر ان انت تاخد فيها مركز رابع، وقدرت تاخد فيها اسيا في مركز رابع، وخدت كاس مصر ولسه مواصل مشوارك في كاس مصر السنه دي. معلش يعني مين اللعيب اللي هو تجري وراه؟ اللعيبه هي اللي تتمنى تجيلك، مش انت اللي تتمنى تجري ورا اللعيب. مين امام عاشور يخليني، ولا اي لاعب في الدنيا، مش امام عاشور بس، عشان انا مش بقلل امام عاشور، ان خلينا نتفق ان امام عاشور لعيب كبير جدا جدا جدا، ولكن كفرقه داخله 6 بطولات حتى الان، واخده منهم 5، والبطوله اللي خسرانها هي كاس العالم للانديه. فبالتالي انت اللي تخلي اللعيبه تتمنى تلعب عندك، مش انت اللي تجري ورا لعيبه، وكمان لعيبه ممكن تعمل لك مشاكل جوه اوضه اللبس. المشاكل بس مش مجرد اخلاقيات، دي هتنقلنا للنقطه الثالثه، المشاكل مشاكل فلوس. انت لما بتتكلم على لعيب عايز تدفع فيه قرب 3.5 مليون يورو غير مرتبه، طب ما انت اصلا كان عندك ابن ناديك طبعا مختلفين معاه كل حاجه، ودفعنا جزء من الفلوس دي في اعاره سنه واتنين عشان نرجعه لمستواه، وفي الاخر لما لقينا ان هو بيتعامل بغير مبادئنا سيبناه وراح بيراميدز، واحنا كملنا مسيره نجاحنا وهو حتى الان بلا بطوله من ساعتها. يبقى انت عايز تكسر اوضه اللبس اخلاقيا وماديا بالتعامل مع او بالتفاوض مع امام عاشور، اللعيب الكبير جدا اللي هيقدر يفيدني فنيا. هو هيقدر يفيدني فنيا ولعيب جامد جدا جدا وكل حاجه، بس انا كده بهز كيان مستقر، بهز فريق قادر يكون متماسك جدا الموسم ده، وعلى مستوى البطولات قادر يحصد كل البطولات اللي دخل فيها تقريبا. فبالتالي انهي عقل وانهي منطق في الدنيا يخليني اعادي الجمهور والعب في اوضه اللبس وابوظ الدنيا واخد لعيب عليه جدل وانا مش محتاجه اصلا، لان الفريق اصلا متماسك علشان لاعب؟ مفيش اي منطق في الدنيا يخليني اقدر اقول ان التفاوض مع امام عاشور حاجه جيده. والنقطه الاخيره طبعا كابتن خالد الغندور اثار الجدل بالحته بتاعه ان كابتن خطيب كلم امام عاشور. طبعا الكلام ده مغلوط تماما وليس له اي اساس من الصحه من كل المصادر الممكنه والغير ممكنه ان كابتن الخطيب كلم امام عاشور. دي اثاره بلبله من الاخ خالد الغندور ومحاوله اثاره الموضوع على السوشيال ميديا عشان يقوم جمهور الاهلي على الاداره وانها ضد المبادئ، وعلشان يبدا يشيل الفتنه كعادته ويعمل مشاكل ويعمل لغط ويعمل حاجات مالهاش لازمه يعوم على عومه باقي الناس. فبالتالي فكره وكمان جود من عنده يقول لك هدفع 50 مليون جنيه في اعاره موسم، ويقول لك ما هو اسمه ايه دوت رمضان صبحي دفعنا فيه كام. معلش انا اسف، انا رمضان صبحي ده لعيب كان ابن نادي عندي ومتربي عندي وبحاول ارجعه لمستواه، فعشان كده دفعت فيه ارقام كبيره. وبس افتكر ساعتها الدولار كان بكام والنهارده بكام، او اليورو ساعتها بكام والنهارده بكام. فبالتالي فكره ان انا عملت كده وفي الاخر برضو
ده ابن، كان ساعتها ابن النادي ومهما كان اللي حصل بعد كده، لكن انا ادفع عليه 50 مليون جنيه ولا 60 مليون جنيه في موسم اعاره للاعب وياخده يا ماخدوش. طبعا الكلام عالي تماما من الصحه، وعايزين نقفل الصفحه دي ايا كان اللي هيحصل وايا كان قرار الاداره. اتمنى ان يكون قرار الاداره يبقى عدم استكمال او عدم التفاوض اصلا مع امام عاشور. طيب بالنسبه لماتش امبارح فيوتشر والاهلي او الاهلي وفيوتشر، الماتش يعني مش عايز يكون ليه مردود سلبي. انت كنت يعني دايما اللعيبه بتكون محطوطه تحت ضغوط التركيز في ضغط البطولات وبتوصل للبيك، يعني حتى يعني اللعيبه الكبار نفسها في كاس العالم، الفرق الكبيره اللي وصلت النهائي زي فرنسا والارجنتين، تبص على امبابي وبص على ميسي وبص على دي ماريا واللعيبه دي كلها وكل اللعيبه اللي كانت في المنتخبين دول بيوصلوا للبيك في عز التنافس، وبعد كده بتبدا تهدى شويه وترجع تمشي بعد كده في البطولات بعديها بشكل سليم. فبالتالي اللعيبه كانت مضغوطه جدا في 3 بطولات ورا بعض، كاس مصر وافريقيا والسوبر، وكانوا في قمه تركيزهم ووصلوا للبيك بالبطوله، وقدروا حتى في الماتشين 3 اللي بعد الفوز ببطوله افريقيا يحافظوا على الانتصارات. فانت امبارح بتلاعب فرقه ثالث افريقيا، ثالث الدوري، واللي بتنافس على المركز الثالث مع الزمالك، وبتلعب على ارضها مفروض، وانت مستهلك وعندك ضغوطات. انت عندك 4-5 ماتشات ورا بعض جامدين. انت هتلاعب الاسماعيلي اللي بيصارع في الهبوط، هتلاعب الاتحاد الفرقه محترمه جدا، هتلاعب القمه قدام الزمالك، هتلاعب بعد كده اعتقد المقاولين ثم بيراميدز ثم المصري، ففرق كلها ذات قيمه، وفي حرس الحدود في النص انا اسف كمان. دي الفرق اللي عندك، فانت بتلاعب فرق كلها تقيله، فبالتالي محتاج تحافظ على نفسك وهدوءك ولياقتك علشان ما تبقاش ترجع الموسم الجاي يحصل مشاكل المواسم اللي فاتت لما اتضغطنا وتعبنا ومش عارف ايه وبتاع. مارسيل كولر من تصريحاته اكبر حاجه انا خدتها منه من التصريحات بتاعته ان هو الراجل عايز ينهي الموسم بدري، لان انت لو قدرت تاخد النقط اللي تديك الاسبقيه في الفوز بالدوري وتخلص، ما عندكش ماتش مهم غير الداخليه في اخر 7 في كاس مصر، بقيه الماتشات كلها تحصيل حاصل جوه الدوري المصري، لان انت خلاص هتكون خلصت الدوري، فبالتالي عندك راحه لحد اخر 7، لان انت اخر 7 عندك ماتش الداخليه في الكاس، وبعديها باسبوعين عندك ماتش اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي، والله اعلم ان شاء الله لو كسبت الداخليه هيبقى عندك ماتش دور الثمانيه امتى وقبل النهائي امتى، لان انت المفروض لو كسبت الداخليه في الثمانيه وهتلعب قبل النهائي مع الفائز من انبي والنجوم، فانت مش عارف عندك ايه في شهر 8. فانت كل ما تقدر تحسم البطوله في اوائل 7 يبقى عندك فتره اطول 15 يوم مثلا او اكتر او 20 يوم تقدر تريح لاعيبتك. انت بتلعب في ماتش، بتتكلم انت ماتش الزمالك 13/7، كنت المفروض قبلها بكام يوم اللي هو ماتش 10/7 تكون حاسم الدوري في ماتش الاتحاد مع اللي هو انت عندك الاسماعيلي والاتحاد، فبالتالي هيبقى عندك 20 يوم دلوقتي في خدت منهم 4 ايام كنت ممكن تريحهم، ولو كسبت حسمت البطوله في ماتش الزمالك يبقى عندك من 13 لحد ماتش الداخليه هتبدا تريح فرقتك. فهو كولر واضح جدا ان هو عايز يريح فرقته. اللعيبه نفسها وهي بتلعب يعني ما تقدرش تقول انها وحشه، لان انت النهارده امبارح رقميا انت على ثالث الدوري قدرت تخلق 28 فرصه منهم 6 أو 7 اون تارجت، فبالتالي ده رقم قوي جدا قصاد فرقه منظمه دفاعيا جدا ومليئه بالمواهب، ناصر ماهر واحمد عاطف ومهند لاشين وعمر كمال ورفعت. لا بص الاسماء كلها لعبه منتخب وكانت جايه من الاهلي او من الزمالك، في اسماء تقيله، فانت بتلعب فرقه مش سهله، جنش في حراسه المرمى، فهتقعد تعد لعيبه، لا انت عندك لعيبه تقيله جدا في فريق تقيل جدا. يعني انت لو بتتكلم على الاخطاء الفنيه في رايي لن تتعدى 3 اخطاء فنيه بسيطه جدا، منهم اخطاء لعيبه، ان انت كان في نسبه انانيه شويه من بيرسي تاو مثلا ومن حسين الشحات مع مروان عطيه اللي كان بيشوط حتى والزوايا مقفوله، ان انت كانت ممكن يا كولر تنزل راس حربه في اخر 7-8 دقائق. محمد شريف حتى لو احنا شايفين انه مستواه مش قد كده بس ممكن كان يعمل ايه، لبش في الحته ديت، كانت ممكن ان انت يعني تعمل تغيير. محمد طاهر ده تخلي بداله احمد عبد القادر ان هو احسن فنيا، شويه حاجات كلها بسيطه جدا، بس في الاخر انت ما خسرتش حاجه، انت لسه على خطى ثابته ان شاء الله من الحصول على درع الدوري السنه دي. اخر نقطه سريعا، الزمالكاويه بقى لهم سنه كامله عمالين يتكلموا ان الاهلي بقى كان غير احق بالحصول او الوصول الى او الصعود الى بطوله افريقيا السنه اللي فاتت بسبب الحصول على المركز الثالث بدلا من
بيراميدز حصل على المركز الثاني، واتهرى صوتنا من اللائحه ومش اللائحه ومحدش سمع الكلام، ولفت الايام واللائحه بتقول ان الكونفدراليه بيصعدها ثالث الدوري وبيصعدها البطل الكاس، وبسبب عدم الوصول الى نهايه رحله الكاس اضطرت تاخد البند التاني في اللائحه ان انت لو بطوله الكاس ما كملتش هتاخد الرابع اللي هو الزمالك. فالزمالك مع بعت الاسماء امبارح بس صعد بسبب نفس اللائحه اللي قاعد يتكلم عليها سنه كامله وبيحاول يعمل بلبله وبيحاول يعمل فتنه. فبالتالي يعني انصار الفتنه والبلبله زي معتز الشامي وخالد الغندور رايهم ايه دلوقتي لما الزمالك صعد على حساب بطل الكاس؟ ده كان كلامنا النهارده في ثلاث المواضيع دول في استوديو 1 2. اتمنى اعرف رايكم في الكومنتات، واتمنى دعمكم باللايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم جديدنا اول باول، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.